شلون ترتب دفترك الامتحاني بنصف السنة وأخير السنة وتحصل درجات مثل هذه؟ تريد تتعلم؟ تعال وياي. أول أمر تسويه بعد ما يجيك الدفتر الامتحاني تكتب اسمك ومعلوماتك كاملة ومدرستك، وتكتب يا دور أنت قاعد تمتحن، وتكتب السنة اللي أنت بيها، وأيضا تكتب المادة مثل هاي المعلومات اللي قدامك. الأمر الثاني تأكد إنه ختم وزارة التربية موجود بوجه الدفتر وبوسط الدفتر. والأمر الثالث تأكد إن دفترك ما مشلوع ومكبوس بصورة صحيحة. بعد ما تأكدت من هاي المعلومات كلها هسه بلش حل بالأسئلة. اول امر تسويه اللي هو تتاكد فوق اقدرك بالاسئله او لا. بعد ما تاكدت تجي سؤال سؤال تشوفهن، يا سؤال راح تتركه وتحدده وتكتب سؤال الفلان ترك، مثلا سؤال 5 بهاي الصيغه. الامر الثاني اذا كان عندك امتحان عربي او انجليزي اثنيناتهم تبدي من جهه اليمين من جهه الاسم تحل. ماكو شيء اسمه اذا عربي تبدي من اليمين واذا انجليزي تبدي من اليسار، هذا شيء غلط. انت بكل الامتحانات تبدي من جهه الاسم تحل. الدفتر يجيك من وزاره التربيه مرتب، اول ورقتين كاتبين لك فوق جواب السؤال الاول، تقلبهم الورقتين الثانيان جواب السؤال الثاني. فانت لازم تحل السؤال الاول بالورقتين الاولى للسؤال الاول، ما يصير تكمل بالورقه الثانيه اللي هي تابعه للسؤال الثاني. زين صارت ويا انه الورقتين ما كفني، خطه كبيره وعندي شغله ثانيه والورقتين ما كفني، شو تسوي؟ تروح على اخر ورقه بالدفتر اللي هي مثلا صفحه 13، تجي بالسؤال الاول تكتب تكمله الحل في صفحه 13، تروح على صفحه 13 بعد ما تحل تكتب تكمله حل السؤال الاول. واضحه الفكره؟ ما يصير تكتب السؤال الاول بالسؤال الثاني، هذا الشيء غلط. وقدر امكانك حسن خطك وخليه يطلع بصوره حلوه ولا تمسحه هواي لان هذا الشيء يخرب شكل الدفتر. والامر الاخير بعد ما تاكدت ان انت كملت الحل ارجع ورقه ورقه شوفن، اذا انت مثلا ناس سؤال ما حال او حال فرع بغير فرع. واضحه الفكره؟ تاكد من دفترك كامل، مراجعه اخيره للدفتر. بعد ما تاكد الدفتر كامل صحيح سلم الدفتر وروح للبيت.